وهل فعلا ممكن يبقى الدرج مليان فلوس والشركه بتخسر؟ ده انا هقول لحضرتك بقى سر، هو مش سر. نصف المجتمع بتاع الاعمال لا يعرف اصلا هو بروفيتبل ولا لا. وده بنعرفه منين؟ لما بنعمل بي اند ال ونبدا نحلل الدخل والتكاليف ونعمل قائمه دخل ونفك بقى عناصر الربح وعناصر التكلفه، والبروفيت لوسز شيت ده بيطلع لك شويه حاجات ما تبقاش واخد بالك منها. بيطلع خسران في الاخر. هو مش عارف اصلا، لما يحلل ويقول لك لا انا مش ممكن، ده انا وضعي كويس جدا. لا مش كويس، حضرتك كنت ممكن تكسب. حتى لو تكسب مش هنقول انك حد بريك ايفن او محقق لوسز، لان هتبان. طب لو هو مش محقق، بس في فرص لارباح اكبر بكتير ضايعه بسبب ان انا مش فاهم الدنيا بتودي منين على فين. حضرتك قعدت تعمل نجاح في 4 سنوات عمره الافتراضي سنه، ففي 3 سنين ضاعوا من عمرك فين؟ في وهم اللي انت بتقول انا ماشي صح، من غير ما حد يقولك. في حاجه اسمها بيزنس ميرور، لازم يكون معاك عين خارجيه، اوتسايد اي كونسبت، حد يبص يقولك ده صح ومظبوط او ده فيه شويه انحراف عن العالم. لان زي ما احنا بنقول ايه المعايير وايه المقاييس؟ مقاييس عالميه النهارده. كل حاجه اسمها في حاجه اسمها متوسط الصناعه.